كما شفتوا قفلت الشراجم، قفلت البلاكارات بعد على الريحه على السم هذاك وقفلت الشراجم. راك انا نفض الدفء وندير تحتها جفاف ولا زيف ولا خرقه ولا اللي كان وتلزمت مزيان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء. اليوم فيديو مميز جديد على القناة، مثلا عندنا محتوى جديد على القناة يغار فيه ياسر من اللي فاد الأسر خاصة في الصيف، ومعاناتنا في الصيف في المطبخ كما شفتوني أنا متواجدة في المطبخ. معاناتنا في المطبخ في الصيف هي كراتشو، سراق الزيت، الصراصير، باللغة العربية الفصحى الصراصير، والمغاربة يسموه سراق الزيت، ونحن هون في المنطقة نسموه كراتشو. فأنا خويت الكوزينة لا لأني أصلا كنت لين نخويها لين نعزل المواعين الغدام ولا نسوسة ولا هذا، إما هو دوانا اليوم سمنا اليوم أو دواء الصراصير ما يحتاج تخوي الكوزينة ولا يحتاج تمزري الماعون، لأنه ما هو ضار بالنسبة للإنسان، ما يخسر شيء للإنسان. بالعكس احنا قاع هون في الجنوب نستعملوه في العطور، نستعملوه هذا، واستعملته انا ذاك اليوم في العطور في البخور، فيديو بخور وعطور. هذا منتجنا اليوم هو دكومه. دارت انا هون باش ما تنكب، دارت هذا الكركره باش ما تنكب، ولينا نعطيكم طريقه استعمالها. دوانا كما قلت لكم هو عباره عن دكومه. درت انا في كما قلت لكم كراكيره ماني عارفه اسمها يا غير. لا انا كاع اصلا منين نعود نصور فيديو ما نوجد لا القاد، ما نوجد الكلام، ما نوجد اللي نقول لا العفويه، نقدي الكاميرا ونبدا نصور لكن بمصطلحات تعيات وتخينتني. هذه كي تجي فيها المكان ساعه سكنت انا بها خفتها تنكب، يعني هي فايته مفتوحه وخفتها تنكب وسكنتها بهاي الشكل الحديد. جي فيه الساعه. ما علينا، طريقه السم هذا بسيطه، لأن منتجنا هو دكومه عاقلين عليها. دكومه عملتها في فيديو عطور وبخور كما قلت لكم. شوي من دكومه درته في البخور وتم عندي شهرين بنفس الريحه. بالعكس دكومه كل ما قدامت في رشوش، في عطر، في بخور، في اي شيء تزيان ريحتها. بالعكس هي بدايه كاع تعود ريحتها قويه وريحتها مانعه وتوجع الراس، يا غير تماشي وتبرد. كل ما بردت كل ما زيانت ريحتها. دوانا اليوم للصراصير هو دكومه. نديروها في السرعه. يعود حداك الترك لا نعطلو، لا روغي الاطفال ما يعودوا حداك يعني ريحتها مانع. نديروها في ذب ونص ونعمروها، وراكم اللي تشوفوا طريقه استعمال السم هذا ما يخلي كراتشو. سابقا ننتقلوا لطريقه هذا واسمه دكومه توجع الراس. هذه هي النقطه السلبيه الوحيده اللي فيه، خصوصا بدايه استعمالها. بحر مانع، بحر مركزه مثلا عنها مركزه، هذه غير دكومه مركزه. هي كاع لا منين تخلط على مسك ولا تاخذها توجع الراس عاد بكميه كبيره، خاص الكونتيتي تعود مضبوطه. هذا بالنسبه للعطور وبالنسبه للناس اللي تعدل الرشوش، الناس اللي تعدل البخور. الكونتيتي خاصها تعود معروفه عنها مدروسه، لان هي توجع الراس، ريحتها قويه نفاثه. فلذلك نصيحتي لحد اللي يداوي كراتشو سراق الزيت بدكومه يعدلها في الليل، يديرها في الليل بالطريقه اللي انا نعت لكم،
ويخلي الاواني ويخلي الصحون ويخلي كل شيء في بلده، لان هي كما قلت لكم ما يسمع للبشر، هي يسمع لا على سراق الزيت. فنخليها نخلي مواعيني ونخلي كوزينتي كما هي وكاني بايته فيها، نعدل العشايه ونعدل المساية، لان هي خاصها على الاقل 4 سوايع الى 6 سوايع ما يخبطها البرد. تم ديك الريحه النفاثه هي اللي تقتل لنا كراتشو. نعدل العشايه نعدل المساية، وفيت من مطبخي والله قاعد نتعشى برا، نمرق عشايه برا كاسكروطات والله ذا اللي نعدل نمرقو برا 9 ديال الليل ولا 10 ديال الليل. ندير دكومه في السوران نوخضها على بلاكارات، ندير قطره بلاكارات الكوزينه كامله، اركاني كاملين ندير فيهم قطرات بهاي السوران، نعمرها تقريبا نوبتين على حسب المطبخ، كبير صغير، بلاكارات ياسرين قليلين على حسب اللي يقدك. المهم تعودي تمسيها كامله بهاك القطرات، راهي ريحتها توجع الراس. ديري كمامه والله تنقبي، طلعي نقابك والله ديري كمامه، وقفلي الشراجم، وقفلي الباب وديري تحت الباب زيف باش ما تمرك الريحه شو الدار، وباش مولي كراتشو نزمت من هيك ريحه دكوم. وتمي لا الصباح حتى انك تفتحي الشراجم وتفتحي الدفوذه وتخليه يخلط فيها البرد، مولي ما تدخليها، ما تخلي كوزينتك كني يخلط فيها البرد، لان اللي توجع راسك الريحه النفاثه كما قلنا توجع الراس. بالنسبه لي انا بعد شخصيا ما نحملها، توجعني عينيا كاع ولا راسي. وهذا وخلي مطبخك يخبط فيه البرد، ومنين تحسي بالريحه مشات دخلي كوزينتك، دخلي مطبخك، عدلي فطورك، عدلي غداك، عجني، اوكلي فم عينك، اوكلي في صحونك. الا عتي من الناس موسوسه ديري تشليله ما يخسرش، يا غير راهي دكومه ما يسمن، ولا تخسرش على البشر. ما نعودو حنا نرشو بها الليل والنهار، نرشو بها في المناسبات، نرشو بها العرايس، نرشو بها ملاحفنا، نديروها الروسنا. بعض الاحيان نعودو ظافرين ديك الظفره ديال سلمان وديك الظفره ديال الخراز نعمرو بها روسنا، ولكن مخففه في الرشوش، مخففه لانها توجع الراس. غير هي ما يسمن، هي لا تعمل مخففه، لانها بحال هاك مركزه توجع الراس، تمرض من شي حال وراسها شديد. اذا حد اللي يعملها يمرق عنها ويمشي على المطبخ ويقفل المطبخ، ولات اللي يعملوا مده 6 سوايع، ومنين يبدا يعملوا يضرب فيه البرد هي الاولى عدل ويدخل. يا غير راهي ما تخسر شيء للبشر من ناحيه الكل والشراب. الا طاحت في ماعون ولا جا الماعون فوقها ولا كوتشاره ولا ما تخسر شيء نهائيا. هذه عن تجربتي انا الشخصيه، درت في كوزينتي التحتانيه ما شاركتها معكم. ضايك الكوزينه الفوقانيه اللي اصلا فيها اللماعين العار وفيها الكتوب وندير فيها الملابس الصيفيه ولا الملابس الشتويه. هاي الكوزينه في الطبق العلوي مخصصتها لا للدبش. هذا كيما شفتوا راهي بلاصه الكوزينه بلاصه عييت بحال هكا في الصيف ولا نطلعوا نطيبوا شي لون ولا نخيم في الدار. زمن كورونا كنا نطلعوا، كنا بحال تغيير الجو. زمن بدايه كورونا طافو كان ما يحرك حد لا في الليل ولا في النهار، كانت كاع ساعه محدده كنا نطلعوا هون نفوجوا ونقضوا شويه الدار التحتانيه نبدلي الجو. ما علينا، راكم اللي تشوفوا الطريقه ظريفه. نتمنى تعود الفيديو عندنا يعجبكم، نتمنى تتبعوا دي الخطوات. ودكومه راهي متواجده خصوصا في موريتان وفي الداخل وفي العيون. عند يحيى في شارع السكيكيمه، انا نشريها من عند يحيى اللي في السكيكيمه. دكومه يقولوا له هذا، السنغاليين موريتانيين يقولوا له دكومه. نتمنى تعودوا على حالكم، وهذا والسلام.